أهلا بيكم صحابي. النهاردة هنلخص لكم سلسلة جديدة من أنمي سول لاند، وهنشوف مع بعض النهاردة أول 5 حلقات من مسلسلنا. وعشان تستمتعوا معانا بالسلسلة الشيقة دي اعملوا لايك واشتركوا في القناة وتعالوا بسرعة نكمل ملخصنا. بتبدأ الحلقة الأولى على شاب اسمه تانج سان، وبيكون في مجموعة بتطارده لأنه هاجمهم، لكن بيكونوا أضعف منه ومش قادرين يوقفوه. شكله حوار تانج سان ده هنطوف ونشوف، وده بيغضبهم جدا لأنهم أقوياء ومش قابلين يكون في شاب لسه صغير يكون أقوى منهم، وده بيقلل ثقتهم في نفسهم، وعشان كده طلبوا تعزيزات وجات لهم مجموعة تاني تساعدهم وحوطوهم كلهم، وده خلاه يستسلم. ده أنا لسه بقول عليك حوار. ووقتها حكموا عليه بالإعدام لأنه كون عداء كبير بينه وبينهم، وكمان لأنه اتعلم وتعامل مع أعدائهم، ولأن كرامته كانت أقوى من إنه يستسلم ليهم ولحكمهم رفض ينفذ الحكم وقرر يموت نفسه ويرمي نفسه من فوق الجبل. أيوة كده، الرجولة مش بسهولة. وكمان قرر يموت نفسه زي ما اتولد في العالم، عاري بدون ما ياخد معاه أي حاجة، وقلع كل ملابسه ورمى نفسه من فوق الجبل. جري عليه واحد منهم علشان يلحقه، لكنه كان أسرع منهم ووقع من على الجبل عاري. ولأنه كان خارق للطبيعة فضلت روحه تلف العوالم المختلفة بعد ما مات، لحد ما اتولد تاني من جديد في جسم طفل حديث الولادة كأنه في لعبة، أو ماله مش هيبقى منه إنسان ومنه لعبة. ورجع تاني للحياة بمجرد ما وقع ومات. والغريب إنه لما فتح عينه افتكر كل حاجة كانت في حياته السابقة، حتى كل التقنيات السرية اللي اتعلمها. كان فاكر كل حاجة حصلت له وكل حاجة عملها، وكان وهو صغير بيقعد في مكان هادي وبعيد وبيتدرب على كل حاجة من غير ما حد يشوفه. وبنعرف بعدها انه عايش في كون اسمه أدولا، وبيكون الناس في القرية دي بيدربوا ولادهم من وهم عندهم 6 سنين على قدرات خاصة، وكل واحد منهم بيكتسب روح سحرية بعد ما يتدرب. وبياخدوا الأطفال واللي من ضمنهم تانج سان وبيروحوا عند المعبد، وبيكون هناك شاب اسمه سويو. ايه بقى سويو ده كمان؟ تعالوا نشوف. وبيكون هو المسؤول عن تدريب الأطفال ومساعدتهم على اكتشاف أرواحهم وإيقاظهم من عالم القوة. وبيكون العالم ده بيصنف الناس حسب أعمارهم، من سن 20 همسة الروح، ومن 21 ل 30 سادة العظماء، ومن 31 ل 40 دول كبار السن. ولحد هنا بتخلص الحلقة الأولى، وبتبدأ الحلقة التانية وبنشوف سيد الروح سويو هو بيظهر قدام الأطفال، وبيكون عاوز يختبرهم علشان يعرف قوتهم ويختبر قدراتهم. لا ما تقلقش، العيال دي جامدة يعني. وقال انه راح زار 6 قرى وما لقاش فيهم اي حد عنده قدرة كاملة او معاه قوة حقيقية، وعشان كده جه القرية دي، وفجأة كشف عن قوته وفتح باب سيل مكان تاني واخد فيه الاطفال وساب كبار السن ومشي. وقتها كان جد تانج سان اللي رباه قلقان عليه جدا، ولما راح الاطفال في القاعة اظهر ليهم سويو قوته وطلع من جواه ذئب كبير مشرق، وده خوف الاطفال جدا. يا سويو اهدى علينا صاحبي، مش من اولها ذئب كده. وبعدها عمل دايره كبيره في وسط القاعه وطلب من الاطفال يدخلوها واحد واحد. ولما دخل الطفل الأزل ظهر إن عنده روح المنجل، واللي بيكون عنده روح المنجل بيكون مزارع قوي وبيحقق إنجازات كبيرة، لكن للأسف ما ينفعش يكون محارب أو بطل، وبيعيش بقية حياته زي الناس الطبيعية. وبيختبر سويو قوة طاقته بيكون خارج التدريب وما ينفعش يكمل تدريب معاهم. بعدها اختبر بنت من الأطفال ولقاها عندها روح نباتية، ودي روح ملهاش فايدة. روح ملهاش فايدة؟ دي أكيد روح النعناع، ومش هتكون مفيدة ليهم ولا ينفع برضه تتدرب معاهم. وآخر واحد بيكون تانج سان، ولما بيدخل الدايرة بيظهر نبتة فضية ملهاش قيمة، لكنه بيكون مخبي في إيده التانية مطرقة، وبيكون مش عاوز حد يعرف قوته الحقيقية لأنه هو عنده القوة الكاملة ومولود بالقدرات الخاصة اللي تخليه محارب وبطل قوي. ولما بيحس سويو بخيبة أمل طلب من الولاد كلهم يرجعوا بيوتهم، لكنه طلب من تانج سان إنه يفضل معاه. وبنعرف إنه قدر يشوف قوة تانج سان. ولما مشوا الأطفال أظهر سويو لتانج سان الدايرة الروحية، واتفاجئ إن تانج عارف يتعامل معاها وإن عنده القوة الكاملة. ما احنا قلنا إن تانج ده شكله حكاية ورواية. وبيقول لتانج إن قوته محتاجة تدريب كتير عشان يقدر يوصل للمستوى الأخير، ويقدر ياخد حلقة الروح اللي يعتبر أول حلقة في مستويات الروح، ودي بتبدأ من المستوى العاشر وبتستمر مستويات كتير. وبيكون سو واخد حلقتين من حلقات الروح لأنه واصل للمستوى 26، وبيقرر يفضل يدرب تانج سان علشان يوصل للمستوى العاشر ويقدر يتحكم في قوته، ويقدر ياخد أول حلقة من حلقات الروح، ويقدر ياخد أول حلقة من حلقات الروح. وبعدها بيخرجوا من القاعة وبيسيب تانج سان مع رئيس القرية. أخد جد تانج سان حفيده وراحوا البيت،
وقعد يلوم ابوه انه ما كانش موجود وقت استيقاظ روح ابنه في المعبد. مش مشكله يبقى يجيله في الاستيقاظ التاني بقى عادي. لكن الاب قال له ان عنده مسؤوليات مهمه، ولما سأل ابنه عن قوته قال له تانج انها عباره عن نبات فضي وازرق. فقال له ابوه ان ده شيء مخجل جدا وانه ما عندوش قوه تخليه بطل. لكن جده رد وقال ان رئيس القريه وسويو عاوزين ياخدوا تانج للمدينه، وهناك هيدربوه كويس وكمان هيتكفلوا بكل مصاريف الرحله. لكن الاب رفض بشده. هم ابهات اليومين دول كده، هم في وادي واحنا في الوادي التاني. ولحد هنا بتنتهي الحلقه التانيه، وبتبدا الحلقه الثالثه على الجد وهو بيقنع الاب انه يوافق يبعت تانج سان مع الرئيس وسويو، لان دي فرصه عظيمه ليه، وممكن منها يكون سيد روح عظيم ويكون مستقبله مشرق جدا، ولازم يستغلوا الفرصه اللي جات لهم لحد عندهم وما يقضوش على مستقبل الولد بسبب قرار ابوه الاناني الظالم. لكن الاب فضل يقول اعذار ملهاش قيمه ورفض يبعت ابنه معاهم. ما تفوق وتوافق يا عم الاب بقى. فضل الجد يحاول مع الاب وجاب رئيس القرية عشان يقنعه ان ده هو الخير لابنه، فرصة كويسة ان مستقبله يتحسن ويكون سيد روح عظيم. لكن مفيش فايدة ولا حياة لمن تنادي. فقال الجد بغضب ان اكيد الاب عنده نية سرية محدش يعرفها، وإن رفضه ده أكيد وراه حاجة خفية. وسابوه مشيوا على أمل إنه يغير رأيه ويبعت ابنه، وقالوا له إن التدريب مدته 3 شهور وما ينفعش يفوته. وبعد ما مشيوا سأل الأب ابنه لو عاوز فعلا يبقى سيد روح، لكن تانج قال له إنه كده مبسوط بكونه حداد بيساعد أبوه. لكن الأب أصر إن تانج يوريه قوته الروحية، فوراه النبتة الفضية. لكن الأب بيغضب لأنه بيحس إن تانج مخبي عليه حاجة. ما قلنا لك الواد من الأول مدي ومعدي. بيضطر يوريه المطرقة، فبيفتكر الأب وقت الحرب لما كان بيحارب بقوته الروحية ومراته ضحت بحياتها عشانه هو وتانجا. فبيحضن ابنه اللي ورث قوته وبياخده يعلمه ازاي يشكل ادوات الحرب وادوات الزراعه وكل حاجه ليها علاقه بالحداده. وقعدوا سوا فتره طويله يتكلموا، وقرر بعدها الاب انه يبعت ابنه مع رئيس القريه، وبيقول له انه يستعد ويبذل كل جهده علشان يكون سيد روح عظيم. اخيرا اقتنعت يا حاج. وكمان يستغل مهارات الحداده اللي اتعلمها علشان يعرف يصرف على نفسه ومدرسته وتدريباته. ده انت داخل على طمع. ووصاه انه ما يستخدمش قوته الحقيقيه قدام حد ولا يوريها لحد، وما يستخدمهاش غير وقت الخطر. وتاني يوم بيروح تانج سان مع رئيس القرية للمدرسة، وبتنتهي الحلقة. وبتبدأ الحلقة الرابعة وبيكون رئيس القرية رايح يوصل تانج سان للمدرسة اللي هيتدرب فيها، لكن حارس الأمن بيوقفهم لأن شكلهم فقراء. فبيقول له رئيس القرية إنهم مقبولين في المدرسة، وبيوري له الشهادة لكنه بيقول له عليها مزيفة. محسسني إنك ظابط أمن من الشهر العقاري. وبيزق رئيس القرية وده بيعصب تانج، وبيكون هيضربه هيستخدم قوته. لكن بيجي راجل مسؤول في المدرسة وبيحتوي الموقف قبل ما يكبر، وبيطلب شهادة الموافقة الخاصة بتانج. ولما بيتأكد إنها حقيقية بيعتذر لهم وبيطلب من رئيس القرية إنه يرجع لقريته ويسيب تانج معاهم، وهو هيتولى توجيهه ويعرفه كل حاجة. وبيمشي رئيس القرية وبياخد المسؤول تانج للمدرسة، وبيوبخ حارس الأمن على معاملته ليهم وإنه المفروض يكون محترم أكتر من الناس دي. أنا رأيي تقلشوه بره المدرسة. وهم جوه المدرسة بيقف المسؤول ويقول لتانج إنه عارف إن تانج عنده قوة خفية محدش يعرفها. اتصدم تانج، فرد المسؤول وقال له انه شاف شهادات طلاب كتير عندهم قوة النبتة الفضية، لكن كلهم مش معديين المستوى الأول. لكن تانج قرب يوصل للمستوى العاشر، وده معناه ان عنده قوة أقوى من النبتة الفضية. انحنى تانج للمسؤول احتراما لحكمته وذكائه، وترجاه يقبله في المدرسة، فابتسم ليه وقال له انه قبله وانه هيساعده في كل حاجة. واخده وراحوا للمدرس وساعده انه يملى بياناته ويعرف المكان اللي هيقعد وينام فيه. ولما مشي تانج ودخل اوضته، اول ما فتح الباب لقى طالب بيهاجمه وكان قوي جدا. وفضل تانج يهاجمه ويدافع عن نفسه لحد ما هزمه قدام كل الطلبه، والكل انبهر بقوه تانج وسقفوا له. ولما سأل تانج الطالب ليه هاجمتني، قال له ان رئيس المكان وقائد الطلبه والكل احترموا تانج وانحنوا له واحترموا قوته، وقال له انه هيبقى رئيس المكان وقائدهم. لكنه رفض وقال لهم ان جاي هنا للدراسه والتدريب بس. لا، تانج اصلي ومش عاوز يكون قائد او رئيس. في الوقت ده بتدخل بنت جميله المكان وبتقف وسط الطلبه، وبتنتهي الحلقه الرابعه على كده. بتبدا الحلقه الخامسه على البنت الجميله اللي اسمها شياو واو، وبتكون اتسجلت قريب في المدرسه، وهتقيم في نفس اوضه الطلاب ونفس الاوضه اللي فيها تانجا. ولانهم لسه صغيرين بيسمحوا لهم بالاختلاط في مكان واحد عادي، ولان المكان فيه قاعده
وهي إن أي طالب جديد بيتقابل مع رئيس الطلبة عشان يستعرض قوته كان لازم شياو واو تتقاتل مع قادة الطلبة، ولأن تانج هزم قائد الطلبة كان لازم يتقاتل مع شياو واو. قبلت شياو واو التحدي واتقاتلت مع تانج، والاتنين كانت قوتهم كبيرة وقدموا قتال عظيم، وكل واحد فيهم طلع كل قوته في إطار القتال الودي من غير أي إصابات أو مضاعفات. وفجأة البنت هزمت تانج بعد عناء كبير، وده فاجئ تانج جدا. طبعا ده احنا نفسنا اتفاجئنا انها هزمتك، لان اول مرة حد يهزمه سواء في حياته السابقة او الحياة الجديدة، وبكده بقت هي الرئيس الجديد للمكان وقائدة الطلبة. وانتصارها على تانج خلاه يشك في قدراته ويقول على نفسه ضعيف، فراحت تواسيه وغيرت الموضوع وقالت له ان ما عندهاش سرير في المكان، وضمت سريرين على بعض علشان تقدر تبقى جنب طالبين تانيين. بعدها بيروح الطلبة مكان الغدا عشان ياكلوا، وبيكون الفقراء بياكلوا في الدور الأرضي والأغنياء بياكلوا في الدور التاني. والله يا صاحبي الدنيا ماشية كلها كده، ناس فوق وناس تحت. وبنرجع للقرية وبنشوف أبو تانج وهو بيصنع أدوات حدادة، وفجأة بيفتكر ابنه كلامهم وذكرياتهم سوا، وبنعرف إنه مفتقده جدا، وإن سبب رفضه للبعثة بتاعت ابنه كان لأنه ملوش غيره ومش بيقدر يعيش من غيره. وبنرجع للمدرسة بعد ما أكل تانج، شاف السيد المسؤول وابتسم لما شافه لأنه كان متحمس جدا للكلام معاه. أخدوا المسؤول للمكتبة وطلب منه يوري له قوته الروحية التانية، فأظهر ليه تانج المطرقة، وده أدهش المسؤول. لا أنت لسه شفت حاجة؟ ده احنا عندنا مطارق كتير. ونصحوا إنه ما يوريش القوة دي لحد أبدا أبدا، ولا يلبس خاتم روحي على قوته الروحية. ولما سألوا تانج ليه، قال له إنه هيقول له على كل حاجة بعدين، وعرفوا الفرق بين القوة الروحية وإنها بتنقسم لقوة بشرية وحيوانية زي قوة الذئب العظيم اللي كانت عند سويو. أما قوة المطرقة فهي قوة أعظم وبتحافظ على الجسد وبتخليه أقوى، علشان كده لازم يستغلها. وبتخلص الحلقة الخامسة وبيخلص ملخصنا لحد هنا. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا باقي أحداث مسلسلنا الشيق. سلام.